هنالك مباراة لنفط ميسان. كرة تلعب، شيركو كريم على الجهة اليسرى، شيركو يحاول يدخل منطقة الجزاء. الله، هدف أول من أول محاولة جادة على المرمى. شيركو كريم في الدقيقة السادسة يضيف الهدف الأول لأربيل، وبالتالي شيركو الطائر الأصفر في هذه اللحظات القلعة الصفراء يتقدمون هنا مبكرا عن طريق شيركو كريم. شيركو نجمهم الدولي والمتألق مع المنتخبات، مع الأندية التي لعب عليها ولعب معها أيضا. هنالك الأربيل يضع الهدف الأول، شيركو كريم يضيف الهدف الأول مشاهدينا الكرام لأربيل في هذه اللحظات. نوروز حامل الرقم 30، مصطفى عبد الله هو الذي كان خلف الخطأ الأخير. هنا خطأ آخر لأربيل، والكرة ما بين أقدام كوسر وتبايس. ينقل كرة طويلة مباشرة، المحاولة الآن تأتي، فرصة أربيل يضيف الثاني، أربيل يضيف الثاني، جول ثاني لأربيل. أربيل من محاولة جميلة جدا يضيفون الهدف الثاني في هذه اللحظات. لمسة جميلة جدا كانت من ياسين سامية مباشرة بخارج القدم، تأتي تسديدة إلى المرمى تسكن أحضان الشباك، وبالتالي راوى يوسف يسجل في هذه اللحظات هدف ثاني لأربيل. أربيل يبدو أنه يريدها نتيجة كبيرة. الآن الهدف الثاني في تمام الدقيقة 13. شوف لاحظ هنا الكرة من كوسروت بايز، يأتيك سامية يقدم كرة على طبق من ذهب للاعب راوى يوسف الذي لن يتأنى أبدا في وضع الكرة في الشباك، ووضعها على يمين حارس المرمى، والكرة في أحضان المرمى، والكرة في مرمى جومان أحمد. الآن هدف ثاني لأربيل في كما تعلمون السيد طه عبد القادر ذهب إلى الهيئة الإدارية لأربيل واستقال من تدريب الفريق، ومن ثم المهمة أسندت لأحمد مناجد مؤقتا، وبعدها أتى مدرب الفريق التونسي السيد طارق الجراية. هنا كرة تلعب، حيدر قرمان يحاول من هذه المسافة، فرصة ثالث الله، يأتي الهدف الثالث في هذه اللحظات عن طريق ياسين سامية، والدقيقة 26 تأتيك بالهدف الثالث عن طريق السوري ياسين سامية مستغلا كرة حيدر قرمان، وبالتالي 3 أهداف مقابل لا شيء تأتي في هذه اللحظات هنا عن طريق ياسين سامية يأتي في هذه اللحظات هنا قبلة على رأس مدرب الفريق، على رأس السيد نزار محروس. لاحظونا قرمان حاول التسديد لكن لن تأتي معه التسديدة، ذهبت مباشرة إلى ياسين سامية، وياسين هنا يضيف الهدف الثالث لفريق أربيل في الشوط الأول الذي لا زال فيه المزيد من الوقت، لا زال فيه تقريبا من الوقت. ربما سيكون أول المغادرين في هذا الشوط من جانب أربيل هو حيدر قرمان نظرا للتقدم في السن. وهنا كرة بالخطأ تصل الآن، فرصة لنوروز، فرصة سورستوم، الله، فعلها نوروز، والسورستوم يضيف الهدف الأول لنوروز في هذه اللحظات، والهدف الرابع له شخصيا هذا الموسم. السورستوم ينجح في تمام الدقيقة 60 بإضافة الهدف الأول في مرمى أربيل. إذن نوروز قلص الفارق من خطأ دفاعي كبير من جانب دفاعات أربيل. نعم، في شوط المباراة الأول وفي 10 دقائق الأخيرة تحديدا قل رتم فريق أربيل واستمر حتى هذه الهفوة. لاحظ التمريرة الرائعة، والسورستوم حط ووضع الكرة في مرمى الحارس حسين علي. تلعب كرة لمصلحة أربيل، كرة عند 7 إلى هلو فايق، هلو لمسة وأخرى مع قرمان، هل يفعلها؟ هلو الرابع، رابع رأسية، الله،
أربيل يضيف الهدف الرابع في هذه اللحظات من جملة تكتيكية رائعة قادها هذا الممتاز، قادها هذا الرائع هولو فايق، وبالتالي أربيل يضيف الهدف الرابع عن طريق ياسين سامية الذي يسجل الهدف الرابع لأربيل والثاني له في هذه المواجهة. إذن السوري ياسين سامية يسجل هدف رابع لأربيل في هذه اللحظات. تأخر كثيرا هذا الهدف، أربيل حاول مرارا وتكرارا وسجل أخيرا أربيل الهدف الرابع عن طريق السوري ياسين سامية. هنا الكرة لمصلحة لاعبي نوروز. نوروز هنا نقلة طويلة وسيماند في مكان ممتاز، تعود مرة أخرى عند أحمد جبار. سيماند يلعب كرة بالخطأ الآن، فرصة الهدف، وهنا العرقلة وحكم المباراة ماذا يقول؟ يقول ركلة جزاء، ركلة جزاء تردد فيها السيد علي صباح. هنا ركلة جزاء تأتي لمصلحة فريق نوروز في هذه اللحظات، تدخل واضح ولا أدري لماذا تأخر السيد علي صباح هنا في انتظار إخراج ورقة صفراء على هولو فايق، ورقة صفراء على هولو فايق في هذه اللحظات. كان ينذار على لاعب أربيل بالمناسبة. هولو فايق يتلقى الورقة الصفراء. لاحظوا هنا غضب من حيدر قرمان، هنا التمريرة التي كانت، وهنا العرقلة التي حصلت على اللاعب أحمد تعاب سرحان، وركلة الجزاء تأتي في هذه اللحظات. إذن أسو رستم، أسو من أجل إضافة هدف ثاني في هذه المواجهة. أسو رستم وحسين علي في مرماه. أسو رستم يتقدم، هل يضعها على اليمين أم على اليسار؟ والكرة في وسط المرمى، كرة في وسط المرمى. أسو رستم، أسو رستم هنا يسجل الهدف الثاني لفريق نوروز في هذه اللحظات. 4-2. نوروز يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. لاحظوا هنا الكرة كانت في وسط المرمى، وبالتالي فريق